بقى هو ده المغرز. سميرة حامل وابوك واخوك عارفين، عاوزين تقرطسوني، فاكرين عبيط هاخد على قفايا، عاوزين نكتب عيل مش ابني على اسمي. ايه ده بعدك انت وابوكي واخوكي. العيل ده انا ما اعرفش عنه حاجه. ده عارفه كويس قوي اني ما لمستكيش ولا جيت جنبك من يوم ما اتجوزتك. يعني العيل ده مش هيتكتب على اسمي. ده انا هوريك ايام تكرهي فيها دنيتك. بلاش تعيش فيها دور الشريف قوي. انت من جايتك هنا عارف ان الجوازه دي فيها هنا، ولا انت فاكر اسيا التمساح هتبص لواحد زيك انت؟ وانا ولا استعناك ولا ابصلك. انت ما تسويش حاجه في سوق الحريم اللي زيك بنقول عليها. خلاص لولا انك حرمه كنت دفنتك وبكيت اهلك عليك. ايدك لو اترفعت قدامي هولع فيك انت واهلك نفر نفر. فاهمه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ سيب البيت. يا بابا. طب اسمع بقى، بنتك انا ما لمستهاش من يوم جوازنا، يعني اللي بطنها ما يخصنيش. بص انت يا حبيبي، الولد للفراش وانت متجوزها على سنة الله ورسوله. يعني ايه؟ يعني انا اخترتك انت تبقى ابوه. هترفض؟ ايوه هرفض، عشان ما اتخلقش لسه اللي يفكر يجي على كرامتي. مال الدنيا كله تحت رجلي لو حد فكر يكسر عيني. هقولها لك تاني، بنتك انا ما لمستهاش، واللي ببطنها ما يخصنيش ومش هيتكتب على اسمي. بص يا حبيبي، في 10 غيرك يتمنوا يبقوا مكانك هنا. يا عم مليون مش 10، بس فهد البطل مش واحد منهم. انا من الاول وعارف ان بنتك معيوبه، بس ما جاش في بالي انها تبقى حامل في الحرام وعاوز تلبسها لي. طب اسمع يالا، بص بقى، انا اخترتك لغرض في دماغي، والغرض ده انا هنفذه وتعرف كويس قوي انت بتكلم مين وفين. انت بتكلم توفيق تمساح في بيته، واهل الشقه كلهم حاسبينك عليا. ها ايه، عاوز ترجع تاني للمرمطه في الشقه؟ انا هي جوز يا اخويا، انزلك للمرمطه من بكره الصبح، تتهان وتتمرمط وتطلع عينك وعين اللي خلفوك كمان. لكن احسبها كويس، جاه ومال وفلوس وعزوه وعيله كبيره وتوفيق تمساح وابن بعتهولك ربنا من عنده. بلاش بطر. ها، روح ودربها في دماغك وارجع لي تاني، وانت هتعرف ان انا بفكر صح، واللي انت عاوزه انا هعمله. يلا روح دلوقتي، يلا يلا. فهد، تنساش ان عندنا بكره شغل، تخلطش المواضيع ببعضيها، ودربها في دماغك كويس. يلا ليه كذبت عليا يا آسيا؟ ليه كذبت عليا وقلت لي انه لمسك؟ ما عرفتش اقول لك ايه. شفت اخر كذبك عليا؟ شفت اخر عمايلك؟ احلى كوبايه شاي في الدنيا. امسك. تسلمي لي يا روى، مش عايز شويه ونزل الشغل. طب فضفض. مجيتك لهنا معناها انك شايل حاجه جواك، وكناري حافظاك وفاهمك فهتقول لك مالك، فجيت هنا وما دخلتش شقتك. ايه اللي حصل؟ انت كنت صح يا روى. طول عمري يا اخويا، بس صح في المره دي. صح لما قلت لي اني جوزتي من اسيا مش عشان استر عليكي بس، لا، عشان انفذ غرضي ان انا ادخل وسطيهم. وايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ لازمته ان انا حسبتها غلط،
كنت عامل فيها ناصح واول مع اني عارف ان الحوار فيه لنا. بس فكرة ان انا انتقم من توفيق وادخل وسطيهم خلتني معمي. النهارده كده ليا كانت قالت لي انها حامل مني عيل من صلبي ومن الست اللي بحبها، مع اني كنت طول عمري خايف من الموضوع ده، بس فرحت في الاخر. ما لحقتش افرح. رحت البيت التاني لقيت اسيا بتقول انها كمان حامل، مع اني ما لمستهاش. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني البنت دي حامل فؤاد مش منك؟ طب انت ايه؟ انت ساكت كده ليه؟ بقول لك انت هتطلقها. ما ينفعش اطلقها. الناس والقانون عارفين انها مراتي وان انا جوزها، وحتى لو طلقتها العيله هيتكتب باسمي برضك، وهبقى كسبت عداوه توفيق التمساح وما وصلتش لحاجه من اللي انا عاوزها. طب والعمل؟ اي تصرف غلط مني هبقى هديت اللي انا عملته. كل اللي انا بنيته خططت له هبقى دوست عليه برجلي. انا هكمل شغل معاه وربك يحلها بعد كده. حاجة فايزة، معلش أنا عايزاكي في كلمتين. معلش يا ولاء، عدي عليا بكره حبيبتي اديكي كل اللي انت عايزاه. لا يا حاجة أنا مش عايزة منك حاجة، كتر خيرك. أنا جاية عشان أروق لك بالك. تروقي لي بالي ازاي بس يا بنتي؟ هقول لك على اللي أنتي بتدوري عليه. قصدك ايه؟ اتكلمي دغري يا بنت شوقي. هو مش أنتي قلتي هتدي مليون جنيه اللي يلاقي لك ضياء ابنك؟ انت تعرفي مكانه بيت؟ اتكلمي بسرعه. اديني الأمان الأول واديني فلوسي. حاضر. خدي دول دلوقتي. اتكلمي انطقي. اتكلمي يا بنت. هو مش ده تليفون ضياء ابنك؟ بنت، جبت التليفون ده منين؟ لقيته في دولاب جوز أختي فهد البطل. حاجة فايزة، انت اديتيني الأمان، فبلاش بقى والنبي تدخليني في حوارات مع فهد، واديني بقية فلوسي. حاضر. اتاكد بس من الكلام اللي انت قلتيه واطمن على ابني. هديكي كل اللي انت عايزاه.